السلام عليكم، تحياتي لكل مغربي ومغربية فيما كنتم. تحياتي للجالية المغربية مقيمة بالخارج، داخل الوطن وخارج الوطن وجميع أنحاء العالم. تحياتي من طنجة للقويرة، من الشمال الجنوب، من الشرق إلى الغرب. ديروا لينا أبوني، ديروا لينا متابعة، آه، كومنتير زوين، وشاركوا معنا في الآراء، وبارطاجيو الفيديو باش حتى حنا نجيبوا لكم الجديد اللي هو أن الصحافة الكرغولية الجزائرية، بلي أنه وقع لهم حادث هذا الصباح، اندلاع حريق في دار الأيتام، وتوفوا فيه 11 طفل المهم مجموعة 19 واحد. 11 طفل توفوا. و... في كانت هاد الدولة هادي، فين كانت هاد الحماية ديالهم، ورئيس ديالهم خان السمية، خايب السمية وخان السمية. كاين في الألمانية كيفاش ما والكراغلة خصكم، والكراغلة. أنا غادي نتضامنها مع دوك الأموات، دوك الأطفال الأموات، حيتاش الأموات هما اللي حقا لا غيسمعوا. الأموات إنا إليه وإنا راجعون. دوك الأطفال اللي تيبقاو، واخا غادي يكبروا يسبوا فينا، واخا يكبروا ويسبوا فينا ويعايرونا، هذا هو حل الكرغولي. ما عندنا ما نديرو، كرغولي كيبقى كرغولي، ما عمرك غتبدلو. كرغولي كيبقى كرغولي. تصنت ليا لهاد الفيديو هذا ديال الأخبار ديالو، وتصنت اشنو تيقولوا. إلى الجزائر، حيث قال المدير الفرعي للإعلام والتوعية في جهاز الحماية المدنية الجزائري نسيم برناوي أن حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل دار للأيتام ببلدية المحمدية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر بلغت 11 وفاة و19 إصابة بحروق متفاوتة الخطورة كحصيلة أولية. أوضح برناوي في تصريح للتلفزيون العربي أن فرق الحماية المدنية تواصل عمليات التدخل لإجلاء الضحايا وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، فيما تم نقل الجرحى إلى المشافي لتلقي العلاج. بشرت وحدتنا عملية إنقاذ وعملية إخماد في هذه البناية المتكونة من طابق أرضي زائد طابق واحد. وللأسف الحصيلة 11 حالة وفاة رحمة الله عليهم وتعازينا الخالصة، وكذلك تسجيل إصابة 19 شخص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، منهم 17 بجروح بحروق متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفى الحروق الكبرى بالجزائر العاصمة بزرالدا، وضحيتين مصابتين بضيق في التنفس على إثر استنشاق الدخان الكثيف. تم إسعافهم في أي مكان ونقلهم إلى مستشفى بارني، وبعض المصابين تم كذلك نقلهم إلى مستشفى مصطفى باشا الجامعي بالجزائر العاصمة. هذا هو الكرغولي، شعل فيه العافية، واللي شعلت فيه العافية في وقت الاندلاع. والأطفال وقت الاندلاع الحريق كانوا كيستنجدوا، كان كيطالبوا بالاستغاثة، ما كاينش وقت الاستغاثة حتى عفات الأوان. مع الرابعة صباحا غتشوفوا فيديو آخر اللي غادي يكون اللي فيه وقت الاندلاع الحريق دار الأيتام. شوفوا معنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما في قدام ولا غير ما في ولا غير ما في هذا الكرغولي، اش نقول لك، واش النظام العسكري اللي دار ليهم، اللي شعلوا فيهم العافية، واش سميتو، والله ما فهمت.
هادشي العافية بزاف، ما هادشي ماشي من الصاد، ماشي من السخونية، ماشي من هذا واحد الحريق في العاصمة، في إحدى، المهم شي بلاصة تمايا. خوتي النار يشعل هنايا واد قريش، واد قريش 18 رو سيدي بومدين، نار يشعل حمايه مدنيه ما حبوش يرفدوا الناس اللي يعيطوا لهم. حد صراديقه هنايا غير يدبروا راسهم مع باني نحط في هاد ستوري باش تشوفوها حمايه. اندلاع النار واندلاع الحريق، ما عرفتش واش النظام اللي دار هكا على حساب الانتخابات ولا على حساب سميتو، ما فهمتش. واش كاينه شي عشرية سوداء اخرى؟ واش ما هدايا الكراغيلة؟ واش يقدر شي جزائري يقول لنا شي في الكومونتير ولا شي حاجة، يخرج لينا بالكومونتير ويخرج لينا بشي تبرير ولا شي حاجة؟ الكراغيلة الله يهديكم، خرجوا لينا بشي تبرير ولا شي حاجة. تحياتي لكل مغربي ومغربية، أحلى أزول في تيمنسيوين. ديروا لينا أبوني، الناس اليوتيوب أبوني، جيم، كومنتير. وتحياتي لكل مغربي. هذا متور خرا، العافية العافية.